السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم مع هذا الفيديو جديد، ان شاء الله تكون فيه معلومات كافية ووافية بخصوص تعيين المدرب المنتخب الوطني الجديد، حتى لا نظلم الاتحادية ولجنة اختيار المدرب المنتخب الوطني. اللذين يتحملان لحد الآن كل ما جرى، وسيتحملان كل ما سيجري مستقبلا من أخطاء وإخفاقات. كل الأسماء التي يتم تداولها عبر منتخب أو مختلف وسائل الإعلام والصفحات على أنها مرشحة لتدريب الخضر أو تتفاوض مع الاتحادية، وكل المعلومات والأخبار حولها لم تصدر عن مصدر رسمي للاتحادية. البعض منها ثبت أنه مجرد إشاعات من وحي أكاذيب إعلاميين أو صفحات فيسبوكية تستهدف جمع التعليقات، والبعض الآخر مجرد تسريبات غير مؤكدة. وعليه يجب انتظار الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وبعدها للحديث بقية. وفي كل الأحوال الاتحادية هي المسؤولة عن الاختيار وفق شروط ومعايير تخصها، وهي من ستتحمل نتائج الاختيار. لا تنسوني في الأخير بآرائكم في التعليقات. سلام.